ايه هي الاوراق المطلوبة منك يا صديقي علشان تقدم صح وتاخد شقة ان شاء الله في الاعلان ال17 او سكن لكل المصريين 4؟ هو ده اللي انا هشرحه لك بالتفصيل، فركز معايا في حلقة النهاردة وما تنساش اللايك والشير وشوفني على الفيسبوك واشترك معايا في القناة وفعل زر الجرس لو انت على اليوتيوب. هاني الخميسي، كلام في المفيد. جمعت لك مجموعة من قنوات التواصل الاجتماعي علشان تفيدك في كل الأمور، سواء الإسكان أو خارج الإسكان كمان. كل ما هو مفيد في أمور حياتك اليومية إن شاء الله هتقدر تتعرف عليه بسهولة وبطريقة صحيحة وسليمة. هتلاقي جروب إسكان مصر على الفيسبوك، وهو جروب مجمع كل الناس المهتمة بشقق الإسكان علشان تستفيد من خبرتهم، وكمان هكون معاك خطوة بخطوة. وكمان صفحتي على الفيسبوك كلام في المفيد، وجروب التليجرام الخاص بيا اسمه جروب كلام في المفيد بالتليجرام. وكمان في قناة اسمها قناة كلام في المفيد بالتليجرام، فيها كل الأخبار أول بأول، والأخبار المهمة جدا جدا اللي هتفيدك يا صديقي. أتمنى إنك تتابع قنوات السوشيال الخاصة بيا، واللينكات بتاعتها موجودة في الوصف تحت الفيديو علشان هتفيدك كتير. السلام عليكم أصدقائي وحبايبي متابعي كلام في المفيد، يا أهلا ومرحبا بكم، وكل سنة وحضراتكم بكل خير. علشان تاخد شقة يا صديقي لازم تجهز مجموعة أوراق. الأوراق دي بتنقسم لقسمين: أوراق شخصية وأوراق الدخل. دي مهمة ودي مهمة. خلينا في أوراق الدخل دلوقتي نوضحها لك. أي حد عايز يقدم في الإعلان ده لازم يجيب إثبات الدخل بتاعه، وحط 50 خط كده تحت إثبات الدخل الأصلي بتاعك، لأن الأصل ده هو بنسبة 90% اللي هيمشي عليه الموضوع. يعني أنت شغال في شغلانة واتنين وتلاتة وعندك حاجات تانية، الأصلي بتاعك إيه وقيمته كام، علشان هو اللي هيتحسب ب100%. الحاجات الإضافية ممكن تتحسب وممكن ما تتحسبش. فخلينا بقى نشوف الأصل بتاعك. لو انت شغال موظف حكومي هتجيب مفردات مرتب من الجهة الحكومية اللي انت شغال فيها، وطبعا الجهة الحكومية كده كده بتديك الاستقطاعات وبتديك الصافي في الآخر، ولازم يكون الصافي بتاعك يعدي 8000 جنيه لحد 50,000 لو انت متزوج، وبشرط في الحالة دي ان الزوجة ما تكونش شغالة. اما لو الزوجة شغالة يبقى مرتبك ومرتب الزوجة ما يقلش عن 8 وما يزيدش عن 50,000 جنيه. ولو انت اعزب مرتبك لحد 40,000 جنيه ما يزيدش عن 40,000 جنيه. طيب لو انت بقى شغال في شركة خاصة هتجيب مفردات مرتب او شهادة دخل من الشركة الخاصة حسب النظام المتبع عندهم، بيسموها شهادة دخل، بيان بالمرتب بتاعك ايا كان المسمى. هتجيب برضو بصافي الدخل بتاعك، واللي هو ما ينفعش يقل عن 8000 وما يزيدش عن 40,000 جنيه لو اعزب، وما يزيدش عن 50,000 جنيه لو انت متزوج. ولو الزوجة معاك شغالة انتوا الاتنين ما يزيدش عن 50,000 جنيه. طيب يا صديقي الناس بقى اللي هي مش شغالة لا في شركة ولا في الحكومة، ولكن شغالة تبع نفسها بس عندها مؤسسة أو شركة أو محل أو أي حاجة ليها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، الناس دي تقدر تقدم عادي جدا. بس في الحالة دي بقى بنجيب شهادة من محاسب قانوني معتمد، وبالمناسبة إن شاء الله الشهادات دي احنا بنستخرجها من المكتب عندي ومفيش أي مشكلة، بس للناس اللي هي مقننة الوضع بتاعها، اللي عندها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، او كمان سباك كهربائي حداد نجار. دول كلهم ليهم مهنة في الدولة تبع وزارة القوى العاملة، بيكون معاه ترخيص مزاولة مهنة وبطاقة ضريبية. المهندس، الطبيب، المحامي، الفريلانسر اللي شغال مع نفسه، كلهم دول يقدروا يقدموا لو معاهم كارنيه مزاولة المهنة او الترخيص بتاعهم وكارنيه النقابة ومعاهم بطاقة ضريبية. كل المجموعات دي نقدر نعمل لها شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد، والدخل بتاعهم ان شاء الله بيكون بيعدي 8000 جنيه لحد برضو 40 او 50,000 جنيه حسب هو اعزب ولا متزوج. وده طبعا بناء على الميزانية بتاعت المؤسسة بتاعتك، والمحاسب القانوني بيحسبها وبيطلع لك الدخل بتاعك ان شاء الله متوافق مع الشروط. طيب الناس بقى اللي مش شغالة في اي حاجة تعمل ايه؟ بقول لكم ما تقدموش بشهادة دخل من محاسب قانوني، لان المحاسب القانوني هنا هو مش جهة رسمية هتعترف لحضرتك انك شغال شغل مثلا كذا بمرتب كذا. فين الاثباتات اللي هتثبت الكلام ده؟ انت راجل هنا هتعامل معاملة متوسط وفوق متوسط الدخل. بعد احترامي الكامل للمحاسب القانوني، هو ليه وظيفة مخصصة ان يحسب المعطيات بتاعت الشركة بتاعتك او النشاط بتاعك، ويقول لك وفقا للدخل والايرادات والمصروفات والميزانية بتاعتك دخلك قد كده والصافي بتاعك قد كده. اما في الاسكان الاجتماعي دي بتبقى حاجات بسيطة، والدولة بتدعم الناس دي على اساس ان كده كده المبلغ كله بسيط في
الاخر وكمان الدوله بتديهم فلوس فوق الشقه. يعني الشقه مثلا بتبقى ب 300 بياخدوا 60,000 جنيه، فالشقه بتبقى ب 240,000 جنيه. يعني في دعم من كل النواحي، الدوله بتدعمهم لان المبلغ بسيط. اما في الاسكان المتوسط وفوق المتوسط هو عايز واحد فعلا ليه وضع مستقر في البلد او مستقر ماديا او وظيفيا، علشان هو بيعاملك معامله الراجل اللي هو بقى في شريحه معينه وليك تقنين قانوني خاص بيك حسب كل وظيفه، والتقنين القانوني بتاعها الحكومي حكومي والخاص خاص، والمؤسسات والمهن الحره ليهم الوضع القانوني بتاعهم. حتى في كراسه الشروط هو لما قال لك ما قالكش مثلا شهاده من محاسب قانوني او سجل تجاري وبطاقه ضريبيه او برنت تامينات، لا يا صديقي، هو قال لك من فوق كده اصحاب الاعمال الحره مثلا والمهن التجاريه هيجيب شرطه شهاده من محاسب قانوني معتمد، بعد كده شرطه صوره من السجل التجاري وبطاقه ضريبيه او مزاوله المهنه. فهو عايز بقى الحاجات دي كده ورا بعض، مش حاجه وتسيب حاجه، مش شهاده دخل بس وتيجي تقول لا ده هو طالب شهاده دخل بس، لا هو عايز شهاده الدخل واللي بيدعمها لان هي بتطلع بناء على حسبه للنشاط بتاعك اللي هو السجل التجاري وبطاقه ضريبيه او مزاوله المهنه، لو انت بقى السباك الكهربائي الحداد النجار او محامي او طبيب او مهندس حر. فخلي بالك في الموضوع ده كويس جدا جدا، لانك يا صديقي ممكن تصطدم بعد كده عند البنك والبنك يرفضك ويجي بقى يتخصم منك فلوس وتقول بقى هم ضحكوا علينا وبيتلاعبوا بينا وقايلين شهاده دخل محاسب قانوني ودلوقتي بيرفضوها. الموضوع محتاج فهم قانوني صحيح. يبقى احنا كده فهمنا الورق الاساسي في الدخل. عندك بقى وديعه في البنك هتحطها، دي هتزود لك دخلك شويه، بس يكون دخلك عالي مثلا 6000 او 7000 تكمل بالوديعه دي ال 8000 عشان تقدر تخش. عندك مثلا شقه مأجرها، عندك اطيان زراعيه بتجيب من وراها حاجات تانية، عندك شغل اضافي بتشتغل انت بقى في اي حاجه تكميليه كده، بس يكون الدخل الاساسي بتاعك وجهه نظري ان ما يقلش عن 6000 جنيه، وتكمل بقى دخلك حتى لو مشاهده محاسب قانوني باي مهنه مش هتفرق ما دام انت شغالها، بس اهم حاجه دخلك ما يقلش عن 6000 جنيه عشان البنك يقدر يحسب لك حسبه تمويليه، لان البنك لما بيجي يحسب بيديك وفقا للدخل بتاعك المبلغ اللي انا همولك بيه، فبالتالي لازم دخلك يعدي 8000 جنيه والدخل الاصلي بتاعك على الاقل ما يقلش عن 6000 جنيه. اما لو دخلك بقى الاصلي 8000 10000 20000 يا حبذا ومفيش اي مشكله. وده ببساطه الورقه المطلوبه لاثبات الدخل. طيب العاملين بالخارج، العاملين بالخارج برضو يقدروا برضو يجيبوا ورقه من الشركه اللي هم شغالين فيها في الخارج ويعتمدها من الغرفه التجاريه ويصدر عليها من القنصليه المصريه وبتيجي في مصر تتوثق من الخارجيه. مش مهم ده كله دلوقتي، انت هات بس بيان بالدخل من الشركه اللي انت شغال فيها، وبعد كده بعمل الحاجات دي بعد كده براحتك تقدر تجيبها ان شاء الله. وبالمصري تحسبها انت كده ما تعديش ال 40,000 اعزب او ال 50,000 متزوج. لو جبت الورقه دي هتقدر تقدم عادي جدا، وان شاء الله لو فزت بشقه تقدر تخش البنك. بس مش كل البنوك بتتعامل مع العاملين بالخارج، في بعض البنوك بتتعامل معاهم، فساعتها ان شاء الله لو رحت البنك ورفضك تقدر تحول لبنك تاني زي مثلا بنك الكويت الوطني وبنك المصرف المتحد، وممكن تبعت حد من اهلك يسالوا فيهم قبل ما تقدم علشان تبقى مقدم وانت عارف كل حاجه ومطمن يا صديقي. واصحاب المعاشات كمان هيجيبوا بيان بالمعاش بس يعدي ال 8000 او لو 6000 7000 مفيش مشكله، ويشوف الدخل الاضافي بتاعه ايه ويكمل عادي جدا. وكده يبقى خلصنا شهاده الدخل او ورقه الدخل الاساسيه جدا جدا في الطرح ده. ندخل بقى على الاوراق الشخصيه. لو انت متزوج يبقى البطاقه بتاعتك وبطاقه الزوجه، كل الاوراق اللي هتكلم فيها الاصل يا صديقي، كل الاوراق اصول هتصورها بالموبايل صوره كويسه او تاخدها سكان عند اي مكتبه، وبعدين تجمعهم كلهم في ملف PDF مع شهاده الدخل، وبعدين ترفعهم على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. هتجيب بقى لو انت متزوج البطاقه للزوج والزوجه، قسيمه الزواج، وكمان هتعمل قطع عائلي في السجل المدني بافراد الاسره، وهتجيب شهادات ميلاد الاولاد، وكمان هتجيب ايصال مرافق للمكان اللي انت ساكن فيه، ومعاهم يا صديقي ايصال سداد جديه الحجز اللي هو 50,000 جنيه. وفي استماره في كراسه الشروط واقرار في اخر كراسه الشروط كده موجودين في ورقه واحده، هتطبع على الورقه دي وتملى الاستماره وتملى الاقرار، تمضي عليهم بتاريخ الايام دي. وفيهم برضو هتعلم انت هتاخد الشقه كاش ولا بنظام التمويل العقاري. وايصال المرافق مش شرط انك تكون مالك للشقه، ومش شرط انه يكون بنفس عنوان البطاقه، عادي جدا، ومش شرط انك تكون من نفس المحافظه، عادي جدا. اي ايصال مرافق للمكان اللي انت ساكن فيه بس يكون حديث. وطبعا ايصال مرافق يعني كهرباء او ميه او غاز، التليفون مش بينفع،
كهرباء او ميه او غاز يكون ما عداش عليه شهرين لورا يا صديقي. كل الاوراق دي هتجمعها في ملف PDF وترفعها على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. طيب بقى الاعزب هيجيب بطاقته بس ومش هيعمل قيد عائلي، وهو والارمله وهو والمطلقه، او الارمل والمطلق بس معهمش اولاد مش هيعملوا قيد عائلي. اما المتزوج او مطلقه وارمله معاهم اولاد هيعملوا قيد عائلي. الناس دي ان شاء الله تقدر تعمل القيد العائلي، والاعزب والانسه والمطلق والارمل معهمش اولاد مش هيعملوا قيد عائلي. والقيد العائلي بيطلع بسهوله جدا من السجل المدني، وهتحطه ان شاء الله من ضمن الاوراق. بس هي الاوراق دي بالظبط اللي انتم محتاجينها ان شاء الله عشان تقدموا بيها. هتجمعوا في ملف PDF زي ما قلت لكم، وهترفعوه على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وباذن الله تعالى انا عملت حلقه عن كيفيه التقديم هتنزل ان شاء الله قريب برضو جدا. وباذن الله لو حابين اعرفكم ازاي تحولوا الاوراق لPDF اكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو، وان شاء الله انا هظبط لكم كل الامور. وبس كده يا جماعه، نقول لكم دمتم في رعايه الله وامنه. ما تنسوش اللايك والشير للحلقه عشان تفيدوا الغير، واشتركوا معايا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل منشوراتي اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.